السلام عليكم ورحمة الله. بعد محاولات عديدة في عمل التشيكن وينجز علشان اطلعها بالنجاح ده، انا النهاردة وصلت لطريقة وتتبيلة هتخليها بمنتهى الجمال وتاكليها مفيهاش نقطة دم ومستوية وطعمها حلوة جدا، والكفر اللي عليها من بره طعمه كريسبي وجميل، وهنعمل معاها كمان صوص حلو جدا هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا نبدأ بسم الله ونشوف ابتدينا الوصفة ازاي. اول حاجة جبت اجنحة الدجاج، نضفتها كويس جدا وغسلتها بملح وبالدقيق ونشفتها، وبعد كده هعمل فيها فتحات من الناحيتين، 3 فتحات كده بالسكينة لغاية ما اوصل للعظم. هنفذ الكلام ده على كل الكمية اللي معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا انا خلصت الكمية كلها. نبدأ بقى نشوف الصوص بتاعنا او التتبيلة بتاعتنا اللي هنحط فيها الفراخ. اولا جبت كوباية من الحليب او من اللبن، حطيت عليها ربع كوباية او فنجان صغير من الخل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الملح، معلقة من البصل البودر، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البابريكا، كل ده بمعلقة صغيرة او معلقة الشاي. بعد كده حطيت معلقة واحدة من الصويا صوص، ومعلقة من هريسة الشطة، واخر حاجة معلقة صغيرة من السكر. بعد كده هقلبها كويس جدا جدا، هجيب علبة تلاجة وهحط فيها الأجنحة اللي أنا منضفاها واللي أنا عاملة فيها فتحات زي ما اتفقنا، وهنزل عليها بالصوص اللي أنا جهزته ده. لو لاحظتي إن الصوص كميته قليلة زودي عليه شوية مية، مش هيحصل حاجة. هغطيه وأحطه في التلاجة لمدة 6 ساعات. بعد كده طلع بعد 6 ساعات هنجهز معانا التتبيلة بتاعتنا: كوباية لبن، بيضة، بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسود، بابريكا، ومعلقتين كبار من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا جدا جدا. هو ده الخليط اللي انا هستخدمه اعمله كفر للفراخ. بعد كده نجيب الخليط، المكونات الجافة: حوالي كوباية ونص من الدقيق، عليهم تقريبا معلقة كبيرة من النشا، زودت بصل بودرة وتوم بودرة وملح وفلفل اسود وبابريكا، وهقلب كويس جدا. ده الكفر الخارجي للفراخ او للاجنحة بتاعتي، لازم تتقلب كويس عشان النشا. هسخن كده الزيت على النار، هطلع بقى الأجنحة اللي أنا كنت متبلاها. أنا بيتها ليلة كاملة في التلاجة، على الأقل 6 ساعات، كل ده عشان نحصل على أحسن نتيجة. هنزلها بقى كده في التتبيلة السايلة، وبعد كده في خليط الدقيق. لازم الزيت يكون سخن في البداية، النار تكون عالية، وبعد كده بعد دقيقتين بالظبط هبدأ أوطي النار وأقلبها على الناحيتين كل شوية. هعمل بقى الكفر لكمية الأجنحة اللي عندي كلها وهقليها كلها زي ما اتفقنا. الزيت يكون سخن في البداية، وبعد كده لازم النار تكون واطية. يعني لو من البداية للنهاية الزيت كان حرارته عالية والنار عالية هتلاقي جواها نقط دم، احنا مش عايزين كده. هخلص بقى كل الكمية ونعمل أحلى صوص مع الأجنحة دي. معلقة زيت كده في طاسة، هنزل عليها بفصين توم مهروسين. أول ما التوم كده يصفر شوية هنزل عليه معلقة واحدة من الصويا صوص، وبعد كده معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، معلقة من عسل النحل، وبعد كده جبت ربع كوباية من المية فيها معلقة صغيرة من النشا، دوبتها على البارد، وبعد كده نزلت على الصوص وافضل اقلب فيه. وكده الصوص بتاعي جاهز، احط له بس شوية فلفل اسود ورشة ملح وخلاص، رشة بسيطة جدا من الملح. ده احلى صوص تاكلوه مع اجنحة الفراخ. جربها بقى كده، طعمها رهيب. من بره الطبقة مقرمشة جدا وطعمها جميل، وعلشان انا بيتها في التتبيلة طعمها حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، جربوها وهتدعوني. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.